فانت من دلوقتي تعمل كل اللي تقدر عليه، وخليك دايما عارف لو ان احدكم هم بإزالة جبل وهو واثق بالله لأزاله. تبدأ تكتب كل المتراكم عليك في كشكول وورقة وقلم، وتكتب كل مادة والتراكمات اللي عندك فيه. اصلا انت لازم تنجح وتجيب مجموع اخر السنة، مفيش قدامك اوبشن تاني. دلوقتي كل اللي فاضل من ثانوية عامة 7 شهور، سواء ذاكرت او ما ذاكرتش ال7 شهور هيعدوا. حاولوا ترتبوا يومكم وتعيشوا اليوم بيومه، ما تعيشوش في الماضي ولا تعيشوا في المستقبل وتخوفوا نفسكم بحاجات مش هتحصل. وال7 شهور الجايين انت تقدر تلم المنهج وتراجع عليه وتحل كتابين 3 في كل مادة وتجيب مجموع اخر السنة وتجيب المجموع اللي انت عايزه. منهج ثانوية عامة مش صعب، منهج ثانوية عامة المشكلة فيه كلها الضغط والاسترس اللي علينا. اهلا بيكم ثانويه عامه 2025، اتمنى تكونوا بخير. في الفيديو ده هتكلم معاكم ازاي تتعاملوا مع الفتره دي في ثانويه عامه، سواء بقى كنت بتذاكر من اول السنه كويس والفتره دي فقدت شغفك وما عدتش قادر تذاكر ممكن توقف، او ما بداتش خالص لسه وبتقرر تبدا، طب انا هلحق طب مش هلحق، او ماشي نص نص وعندك تراكمات. هتكلم مع كل فئه وتعملوا ايه بالتفصيل ممل. وطبعا قبل ما تشوف الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا نشوف الفيديو. انت دلوقتي واحد من الاتنين، يا اما كنت من اول السنة بتذاكر كويس جدا وما عندكش تراكمات وماشي مع المدرسين واحدة واحدة، ولكن الفترة دي بدأت تفقد شغفك، مش قادر تذاكر، بتفكر تستسلم، حاسس مثلا انك بتغلط في امتحانات الدروس ومهما ذاكرت وانك بتذاكر كويس وبتجيب درجات وحشة، فانت بتفكر تستسلم، اللي هو خلاص بقى معرفش ايه، ده في ناس اخر السنة هتجيب مجموع علشان هيغشوا والناس اللي بتظلم، فبتفكر توقف. او النوع التاني اللي شايف انه مبدأش وانه مش هيلحق والدنيا بايظه واللي بدأ والحوارات اللي في دماغه دي كلها. عاوزه اقولك انك لو كنت الحاله 1 أو 2 فتفكيرك غلط في الحالتين. اول حاجه انصحك بيها الفتره دي سواء كنت الحاله دي او الحاله دي، انك تصلح علاقتك بربنا. مفيش حاجه تنقذك في العالم دي كله غير انك تصلح علاقتك بربنا وتبقى علاقتك بربنا كويسه. لو ما بتصليش صلي، لو بتصلي وبتقطع في الصلاه حاول تلتزم في الصلاه، حاول تصلي الصلاه في ميعادها. علاقتك بربنا الحاجه الوحيده اللي هتنقذك من ثانويه عامه وبعد ثانويه عامه. اصل بص اقولك حاجه، انت دلوقتي عندك تراكمات، ما بدأتش المنهج، عندك مشاكل مش بتعرف تحلها او ايا يكن اي حاجه في دماغك، رحت قعدت مع والدتك دلوقتي قعدت تحكي لها انك عندك تراكمات، انك خايف من اخر السنه، انك مثلا بتحل وحش في الفيزيكس، ايا يكن مشكلتك، قعدت تحكي لها ساعه مثلا، قعدت تحكي لها، هي تعمل لك ايه؟ هي تيجي تحل معاك في امتحان اخر السنه؟ هي تعرف تحل لك مشكلتك دي؟ هتذاكر بدالك وتمتحن بدالك؟ مش هتعرف تعمل لك اي حاجه. الشكوى لغير الله مذلة. انا مش بقول لك ما تشتكيش وتروح تحكي لامك، عادي انك تروح تحكي لحد، ولكن الحد ده مش هيفيدك باي حاجه، ما يقدرش يعمل لك حاجه. الوحيد اللي ليه حل لكل مشاكلك هو ربنا سبحانه وتعالى، واللي هيقدر يخليك تتغلب على التراكمات. ولو ما بداتش ال4 شهور اللي فاتت دول تقدر تبدا من دلوقتي وتجيب مجموع اخر السنه. اصل هي مش بدماغنا وحساباتنا اللي هو انا ما بداتش من اول السنه فربنا مش هيساويني باللي بدا من ال4 شهور اللي فاتوا فانا مش هجيب مجموع. اه خلاص بقى، طالما الشيطان وسوس لك بكده وهيفضل يوسوس لك بكده لاخر السنه، ما هو صحيح اللي بدأ من 4 شهور مش هيساويه باللي بدأ من نص 11 ولا اللي بدأ من 12، لا مش هتتساوي ابدا. ده بدأ من 4 شهور وبيذاكر وبيمتحن وطلع عينه وما بينامش، انما انت كنت بتلعب ال4 شهور اللي فاتوا فمش هتجيب مجموع. ايه الحسابات دي؟ الشيطان يحدكم الفقر، حرفيا الشيطان هيفضل يوسوس لك ويقول لك انك مش هتعرف ومش هتلحق وما اعرفش ايه، وانت لسه قدامك 7 شهور. ال7 شهور دول انت تذاكر منهج ثانويه عامه 3 4 مرات وتحل 3 4 كتب في كل ماده. والكلام اللي بقوله لك ده مش كلام موتيفيشن انك قادر تعمل المستحيل وان المنهج تلمه 3 4 مرات. الكلام ده مش كذب ولا علشان اجيب منه ريتش، الكلام ده انا بقوله لك حقيقي من واقع تجربتي في ثانويه عامه. وبعد ما السنه خلصت، منهج ثانويه عامه مش صعب، منهج ثانويه عامه المشكله فيه كلها الضغط والاسترس اللي علينا، ان احنا مثلا بنفكر كتير هل هنجيب مجموع هل مش هنجيب مجموع، بالتراكمات اللي بتحصل لينا فجاه معرفش ليه، انك مثلا بتجيب درجات وحشه في امتحانات الدروس فخايف ان الدرجه تكون اخر السنه. كل الحاجات دي بس اللي بتخلي ثانويه عامه صعبه، ولكن ثانويه عامه مش سنه صعبه خالص. وال7 شهور الجايين انت تقدر تلم المنهج وتراجع عليه وتحل كتابين 3 في كل ماده وتجيب مجموع اخر السنه وتجيب المجموع اللي انت عايزه. انتوا عارفين من شهر كده قرأت كومنت عندي على القناة، واحدة بتقول ان هي تأجل السنة، كان بالظبط عدى 2.5 شهر من ثانوية عامة. فانا رديت عليها هتأجل السنة ليه؟ ردت بكل بساطة ان هي هتأجل السنة وتضيع ال8 شهور الجايين عشان ان هي
راكمت الشهرين اللي فاتوا وما ذاكرتش، فهي حاسه كده ان مستقبلها ضاع وحلمها ضاع ومش هتقدر تذاكر ومش هتقدر تجيب مجموع، فبالتالي تضيع ال8 شهور الجايين ومش مذاكره علشان شهرين، هتضيع 8 شهور وتعيش الضغط تاني والقلق بتاع ثانويه عامه سنه كامله تاني عشان ضيعت شهرين. وعلى فكره اللي ضيع شهرين السنه دي لما تيجي السنه الجايه هيضيع نفس الشهرين ومش هيوصل للنتيجه. فاوعوا تأجلوا او تحطوا فكرة انكم تأجلوا او مثلا تأجلوا مواد للسنة الجاية. خدوا السنة بسنتها، صدقوني اللي مكتوب لكم السنة دي هو اللي تاخدوه السنة الجاية. شيلوا الفكرة دي من دماغكم خالص دلوقتي، محدش يفكر فيها ولا حد يفكر في نتيجة اخر السنة. ركز وعيش اليوم بيومه. النهاردة مثلا مذاكرة درس كيمستري، مثلا درس انجليش هذاكرهم، متراكم عليا مثلا 4 دروس فيزيكس، هاخد مثلا منهم النهاردة درس فيزيكس معاهم. حاولوا ترتبوا يومكم وتعيشوا اليوم بيومه، ما تعيشوش في الماضي ولا تعيشوا في المستقبل وتخوفوا نفسكم بحاجات مش هتحصل. دلوقتي كل اللي فاضل من ثانوية عامة 7 شهور، سواء ذاكرت او ما ذاكرتش ال7 شهور هيعدوا. ولكن تخيل معايا كده انك ذاكرت وعملت اللي عليك وجبت مجموع اخر السنة واتبسطت بالكلية اللي دخلتها، وبرضه تخيل معايا انك ذاكرت وبذلت اقصى ما عندك وما جبتش مجموع اخر السنة او ما جبتش المجموع اللي انت كنت عايزه. في اللحظة دي انت هتكون زعلان، انا عارفة انك مثلا لما جبتش المجموع اللي انت عايزه هتكون زعلان، ولكن هتكون راضي، هتقول الحمد لله جايز مش خير ليا. هتحاول تتقبل الامر انك بذلت اقصى ما عندك وما كنتش تعرف تعمل اكتر من كده، ولكن ما جبتش مجموع لحكمة لا يعلمها الا الله. ولكن بقى لو ال7 شهور عدوا وانت ما جبتش مجموع، انت تندم ندم عمرك طول سنين حياتك اللي بعد ثانوية عامة. هتفضل ندمان انك مثلا لو كنت ذاكرت كان ممكن اجيب مجموع، انك مثلا صاحبك الفلاني ذاكر، صاحبك اللي كان قاعد معاك في الفصل ذاكر وجاب مجموع وجاب الكلية اللي انت عايزها، وللأسف الشديد انت كسلت تذاكر ال7 شهور دول وفكست لهم، ودلوقتي قاعد بتحسر على حالك في كلية حاسس ان هي مش مكانك. كنت عارف انك لو ذاكرت كنت ممكن تجيب مجموع اعلى من ده، ولكن تهاونت في الموضوع. الشيطان قاعد يوسوس لك انك مش هتقدر تجيب مجموع، ان اللي بدأ من اول السنة وتخاذلت وما ذاكرتش، فهتندم ندم لا تحسد عليه. انت كل المطلوب منك دلوقتي انك تبدأ مذاكرة. ما تقارنش نفسك باللي بدأ من اول السنة، ما تقارنش نفسك اللي مخلص المنهج مرتين، ما تقارنش نفسك مثلا باللي عنده تراكمات، ما تقارنش نفسك بحد. انت مش في سباق مع حد، انت فكر في نفسك بس. انت النهاردة قررت تلم المتراكم وقررت تبدأ بداية جديدة وتفتح صفحة جديدة مع ربنا. هتبدأ تصلي، هتصلي ركعتين لله، هتبدأ تكتب كل المتراكم عليك في كشكول ورقة وقلم، وتكتب كل مادة والتراكمات اللي عندك فيها. التراكمات دي اللي المفروض مثلا تكون واقف معاها في كل مادة مع المدرس اللي بيشرح لك. وارشح انك مثلا تبدا اونلاين من دلوقتي، لان مفيش مستر هيبدا يشرح لك مثلا ال4 شهور اللي فاتوا اوفلاين لو نزلت سنتر او كده. فابدا اونلاين مع نفسك واعمل جدول وامشي عليه، وحاول تلتزم بالجدول اللي تعمله ده. اصلا انت لازم تنجح وتجيب مجموع اخر السنه، مفيش قدامك اوبشن تاني. فانت من دلوقتي تعمل كل اللي تقدر عليه، وخليك دايما عارف لو ان احدكم هم بازاله جبل وهو واثق بالله لازاله. وخليك دايما عارف ان المؤمن اينما استدرك فانه يستدرك عند كريم. يعني في الوقت مثلا اللي انت تدرك فيه انك متاخر او مثلا عايز تبدا بجد وتفتح صفحه جديده مع ربنا وتلم المتراكم وتخلص كل اللي وراك، ابدا. انت بتتعامل مع رب كريم مش بيعاملنا بحساباتنا ودماغنا وان احنا مثلا ما بدأناش وان احنا متاخرين. ربنا كريم جدا ما بيتعاملش معنا كده. انتوا عارفين الفتره دي في ثانويه عامه الفتره بجد اللي بتصفي ثانويه عامه. من اول نص 11 دلوقتي انتوا بقالكم مثلا 4 شهور بتذاكروا او 3 شهور ونص. خلاص بقى لو واحد بيذاكر من اول السنه خلاص حاسس ان طاقته طماطش ما عدتش قادر. انا بنام 6 ساعات كل يوم ومثلا بذاكر 48 ساعه في اليوم وحابس نفسي في الاوضه ومش باكل ومش بشرب، فاقد الشغف ما عدتش قادر، انا عايزه اخد بريك. هتحس البريك ده بقى ممكن يقعد شهر مثلا ياخد بريك، يعني مثلا بيذاكر كده وبيراكم والحاجات دي ويحبط وما عادش يقدر يذاكر، وممكن بعد الحماس ده كله ما يجيبش مجموع اخر السنه لانه وقف وما عادش بيذاكر. وممكن واحد لسه ما بدأش خالص وما يعرفش حاجه من المنهج قرر يبدأ وقرر يستعين بالله ويبدأ من دلوقتي وهيجيب مجموع آخر السنة، لأنه عرف إن ثانوية عامة مش من اللي بدأ الأول أو اللي بدأ متأخر، وعرف إنه مثلا لو بدأ دلوقتي لسه قدامه 7 شهور، ال7 شهور دول يقدر يعمل فيهم كل حاجة. يقدر يذاكر المنهج مرة واتنين ويحل كتابين في كل مادة ويقدر يجيب مجموع آخر السنة، ولكن يتوكل على الله ويستعين بالله. ودلوقتي اعتقد ان انا قلت لكم الكلمتين مهمين اللي المفروض تسمعوهم الفتره دي في ثانويه عامه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه،
وتقولوا لي عايزين الفيديو الجاي اتكلم معاكم عن ايه. هكتب لكم في منتدى القناه 3 فيديوز مثلا في دماغي، واختاروا واحد، واكتر واحد هيجيب تصويت هو اللي هعمله الفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامه.